السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم مع شيماء كوزين في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله باش نعملوا عصيده الزقوقو الزمنيه بطريقه ياسر باهيه، تجينا كحله وما تجيناش لا عاقده لا جاريه. تبعوا معنا الوصفه بقدر الله تنال اعجابكم، وكل عام وانتم حيين بالف خير. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه باش ناخذ المكونات نتاعي. على رطل زقوقو كان تحبوا ناخذوا بطبيعه كعب ونرحيوه معناتها رحيتين ولا ثلاثه، ولا نهزوه للطاحونه، ولا نشريو الزقوقو الحاضر المرحي. على رطل زقوقو مرحي باش نحط 200-220 غرام فرينه فقط باش تجينا كحله وباهيه. وبالنسبه للسكر بين 250 و 300 غرام سكر، هذاك حسب الذوق. 250 باهي، معناتها 500 غرام زقوقو عليهم 200 غرام فرينة، عليهم 250 غرام سكر، وعليهم إترتين ماء. أول حاجة باش نعملها، أول حاجة باش ناخد نص الماء ونحل فيه الزقوقو متاعي، نحلوه بالكدا هكا بيدي، وإلا من بعد باش نعملو ضربة بكا الربو باش يتحل بالكدا بالكدا بالكدا. بعد ما حليتها بيدي زيد عملت ضربة ربو، خلطت بالكدا بالكدا. تويكا باش نصفيها. ماذا بينا نستعملوا صفايه تكون جويده، والا يكون عندي قطعه قماش نظيفه معده للمطبخ كيف نصفي بها. ماذا بينا نصفي مرتين، نسقطر بالكدا ونصفي مرتين. والديشي هذا نجم نحتفظ بيه، نعمل بيه دي جاتو. ما تستغربوش يجيني دي جاتو بالزقوق، وان شاء الله نهبط لكم مره بطبيعه كيفاش تحفظوا بيه. معناتها تحطوه في ساشي نظيفه وتكنجلوه. هذا الديشي ما عادش يخرج في الماء، سي بون. معناتها هذايا نتخلص منه ولا نخبيه. وهذا الزقوق نتاعنا بعد ما صفيناه نجم نصفيوه زاده مره اخرى باش ما تجيناش الكريمه حرشه، تجينا هكا متجانسه. بعد ما صفيت الزقوق نتاعي مره ثانيه، تويكا باش نحط الفرينه نتاعي باش نزيدها عليها بقيه الماء. هكا الماء نقسموه بين الزقوق والفرينه، نحلوها بالكدا ونصفيوها. وبعد ما حليت الفرينه بتاعي في الماء بالكدا باش نحطها نصفيها مع الزقوق اللي عندي، نصفيها مره واحده. وهذا الخليط اللي تحصلت عليه تويكا باش نحطه في طنجره، ناخذ مغرفه لوح ونبدا نحرك فيه على نار هاديه في متوسطه في اقل عقلي. معناتها العصيده الباهي فيها وسع البال، نجم نحطه معناتها حويجه نتفرجوا فيها تبقى معنا حتى نصيف ساعه. اخر حاجه هي السكر، باش نزيدو سكر في الاخر باش تجينا عصيدتنا كحله ومزيانه. نبدا نحرك في اقل عقلي، المهم ما نقصش على التحريك. من الاول حطيت عصيتي على نار متوسطه، وين وصلنا للقوام هذا بدات تشد روحها، نقص على الاخر على النار ونبدا نعصب فيها. معناتها نعصب فيها نبدا هكا كان فماك عابر اي حاجه هي لما حل ما فيها حتى شيء، نبدا نفرك فيهم هكايا مع الحيط نتاع طنجرتي باش تجينا معناتها اونكتيوز وبنينه. ثم ملاحظه اخرى ما نقصوش على التحريك، وزاده على الاقل نبدا نحرك فيها هكا 7-8 دقائق ملي تبدا القوام هذايا باش تجينا ياسر بنينه وتجينا مزيانه. تويكا باش نزيد السكر نتاعي. بعد انا بقيت نعصب فيها يمكن حتى 10 دقائق بعد ما وصلت القوام هذا على نار ديما هاديه. باش نزيد السكر نعرفوا اللي هو اولا يجري العصيده، ثانيا يغمقها. باش نزيد السكر. فما شكون يحط معناتها الحليب المركز المحلى، انا ما ننصحكمش في عصيده الزقوق وفي البوفري ويجينا بنين، لكن الزقوق ما يستحقش، فقط شويه سكر يكفي. نبقى تو نعصبها شويه باش هكا لو طون يتحلي الزقوق نتاعي. سامحوني السكر كيما تشوفوا بدات تغماق، تشوفوا فيها لونها ياسر ولا مزيان، بدات تغماق. ما نقصش ديما على التحريك، نبدا ديما الكيسان نتاعي وصحافي بجنبي نضاف وشايحين باش دوما نحرك هكا دقيقه من زمان. سي بون نبدا نهبط ونعبي. باش نوريكم استوس. بعد ما حطيت السكر وحركته ناخذ كيته هكايا نحطها في صحفه ونحطها في الفريجيدير فيسع باش نشوف التكستور هذه حاجتي بها ولا. كي بردت عصيرتي هذه التكستور نتاعها هكا انا نحبها، لا هي جاريه لا هي عاقده، هكا ياسر مزيانه. فرضا جاتني جاريه شنو باش نعمل؟ باش نحط
من غير فنشاء نحلها في شويه ماء ونصفيها ونبدا نحط بشويه بالنكته ونحرك وناخذ زيدها هكا شويه ونشوفها باهيه ولا لا. توا باش ناخذ الكيسين نعبيهم. ماذا بينا الكيس نحطوه هكا يسخن شويه وبعد نعبيه. ردوا بالك يبدا عندك الكريستال ولا بولار رهيف راهو يتكسر لي بالكونتاكت معناتها نتاع السخانه. نسخنو هكا ونبدا نعبي. وهذه عصيتي بعد ما عبيتها في الكيسين وحطيتها في الكوبات باش نخليها تبرد ونطيب الكريمه ونزينها بعد ما تبرد مره واحده. وهذه عصيدتنا بعد ما زدنا لها الكريمه. ما نعملوهاش الكريمه تكون معناتها جاريه برشا، معناتها نلتزموا بالمقادير، والا نعملوا الكريمه العربي تنحط لكم اللين اسفل الفيديو. وزينتها باي طريقه معناتها نحبوها، كل واحد حسب المكونات اللي عنده. شارجوا معنا وصفتنا وصدقوني باش نال اعجابكم بقدرة الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.